السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقه جديده من برنامج بطل ليتس انجلش. يلا انجليزي بكل بساطه. محتوى القناه بيتكلم عن اللغه الانجليزيه بجميع مشتملاتها: القراءه، كتابه، تحدث، صوتيات السماع. ومش كده بس، لا، نصائح للتعلم ونصائح للدراسه ونصائح لتنميه مهارات اللغه الانجليزيه بشكل تام وسريع وصريح. عشان كده انا بنصحك والدنيا كلها بتنصحك ومتابعيني بنصحك وبقول لك انزل حال اعمل سبسكرايب وادينا لايك حلو وكومنت مشجع. ومن غير كلام كتير يلا نخش في الفيديو. نظرا للتفاعل الكبير على الفيديو السابق بتاع تعلم اللغه الانجليزيه مع مسلسل جعفر العمده، ولقيت فيه اهتمام كبير وعدد لايكات ودنيا حلوه وكلام كبير، قررت ان انا اعمل جزء تاني من تعلم اللغه الانجليزيه مع مسلسل جعفر العمده بمشهد جديد ومشهد مضحك ومشهد كوميدي ومشهد جميل جدا. ولكن قبل اي كل حاجه احب اشكركم واقول لكم شكرا جزيلا جدا على تفاعلكم الشديد مع هذا الفيديو، وان شاء الله ما هو قادم احسن واجمل بكتير. حلقه النهارده جبت لكم مشهد بين برضك الانسه عايده والاستاذ جعفر العمده وهم بيتحاوروا برضه بيتحاسبوا، ولكن النقاش دلوقتي مش تعارف، نقاش مضحك كده وكوميدي. ان شاء الله هحاول اجمع النقاط المستفاده من هذا المشهد واشرحها لكم شرح مبسط ومسهل باذن الله. عشان كده بطلب منك تجيب ورقه وقلم وادينا عقلك وسيب لنفسك وركز معايا ونخش على طول في المشهد. واول مشهد معانا هو مساء الورد. هنا الاستاذ جعفر العمده اول ما دخل وقعد على الكرسي بيقول لها مساء الورد. مساء الورد لو جينا ترجمتها ترجمه حرفيه هتلاقيها روزي ايفنينج. روزي ايفنينج ده بكل بساطه بكل وضوح ترجمه حرفيه، ولكن حابب اقول لك معلومه بسيطه او معلومه هتفيدك ان شاء الله في المستقبل. مش كل كلمه او مش كل جمله تيجي تترجمها ترجمه حرفيه، مش لازما. انت برضك لازما تخرج عن النص. زي ما قلت لكم برضك اللغه الانجليزيه العاميه لو في مصطلحات عاميه لو جيت ترجمتها ترجمه حرفيه تديك معنى مختلف تماما، ولكن في الانجليزي هناك او الامريكان بيفهموا معنى تاني خالص. عشان كده مش مقياس انك تترجم كل جمله او تترجم اي حاجه ترجمه حرفيه، لازم تخرج عن النص. عشان كده مساء الورد او مساء العناب او اي حاجه من بتاعنا الكلام الجميل بتاعنا ده كله هو كله خلاصته او كل ترجمته اللي هي جود ايفنينج. جود ايفنينج مساء الخير، بس مش اكتر. مش عاوزين بقى ايه نزود ونعمل تريكات من دماغنا وحركات وحاجات من دماغنا. لو انت حابب تزود برضه وتخترع احسن واجمل بكتير، ولكن المشهوره والمعروفه واللي هتتفهم على طول جود ايفنينج. تيجي ندخل وده جوه احسن من القعده الكئيبه دي. كمل كلامه وقال لها ما تيجي نخش جوه بدل القعده الكئيبه دي، ما تيجي نخش او تعالي بمعنى كام اون. ما تقولش كام اون، لا تخطفها او تختصرها مره تقول كام اون. كام اون بيجي بعدها عامه يعني ليتس جو زائد سامثينج، والسامثينج ده بيكون حركه بيجي بعدها حاجه بتدل على الحركه او شيء انت بتعمله. كام اون كام اون. ليتس جو مثلا فوتبول او سويمنج او واتشنج ا موفي وهكذا. اذا قال لها كام اون ليتس جو انسايد بالداخل instead of the gloomy place. كئيب هنا بمعنى gloomy ومكان بمعنى place. دون عندك عشان كلمات نادرة. gloomy بمعنى كئيب، وinstead of ده نقف عندها شوية واشرح لك ايه معنى instead of. عامة كده بكل بساطة بكل وضوح ان instead of هنا حرف جر. حرف الجر ده بيجي او instead of بيجي بعدها اما اسم علم او اسم مفرد، او بيجي بعدها ضمير، او بيجي بعدها فعل بيضاف له اي ان جي عادة. يعني instead of بتعبر عن وجود بديل هيحل مكان بديل قديم. لو جينا بصينا المثال ده هيوضح اكتر. I have 3 eyes instead of 2. انا لدي 3 عيون بدل 2. كان انا جبت instead of هنا وحليت 2 مكان 3 عينين مكان 3 عيون. instead of هنا حرف جر يدل على وجود بديل هيحل مكان حاجه قديمه. ما هو قال لها ايه؟ ما سيبك من القعده الوحشه دي وتعالى نخش ايه جوه حل حاجه مكان حاجه واستخدم instead of. ما القعدة هنا حلوة. فبترد عليه وقالت له لا هنا القعده حلوه. نو اتس سويت هير. ممكن برضه تستخدم سويت هنا مش معنى حلوه اللي هي بتاعت الاكل، لا سويت هنا مكان حلو او التعبير عن جمال المكان او الحته اللي هم قاعدين فيها. ممكن نستخدم بدل سويت اوسم، او ممكن نستخدم جود، او ممكن نستخدم حاجات تانية كتير مش لازم سويت، ولكن حسيت ان هي حلوه شويه معلش تستحملني. هير بمعنى هنا، طب وذير بمعنى هناك. حابب برضه تاخد بالك وعشان نوضح لك كل نقطه وكل حاجه. لسه حضرتك ما عملتش لايك وعملت سبسكرايب، لا انزل حالا اعمل سبسكرايب وشجعنا كده ادينا محفز كده وحاجه حلوه ونكمل كلامنا. نتفرج على فيلم. كملت كلامها واقترحت عليه ان هم يقعدوا يسمعوا فيلم. قالت له ما تيجي نسمع فيلم، او بتطلب منه او بتقترح عليه. ودي هيوجهنا لحاجه تانية. لو انت حابب تطلب من اي شخص او بتقترح على اي شخص حاجه معينه تعبر عن كده باللغه ازاي تساله وتقول له what do you think about الحاجه اللي انت بتسال عليها. something مثلا watching a movie او مثلا swimming او playing football او playing PlayStation. الحاجات ديت
كلها بتقترح على شخص حاجه، فقالت له، هي بتساله بتقول له ما تيجي نسمع فيلم. what do you think about watching a movie؟ ما تيجي نتفرج على فيلم. ده فيلم ايه وكلام فارغ ايه؟ فهو رفض وقال لها نو مش وقته. يعني ايه مش وقته؟ his time مش وقته. ما هو رفض، بمعنى الاصح رفض. قال اقعدي جنبي هنا. كمل كلامه قال لها تعالي اقعدي جنبي. قال لها come on sit beside me. beside بمعنى بجانبي او بجواري. طب خلفي بمعنى behind. come sit beside me. تعالي اقعدي جنبي. ما انا قاعده اهو كويسه. فردت عليه وقالت له لا انا كويسه. no I am fine. او برضو no I am good او no I am awesome. حاجه بتعبر عن حاجه. لما حد يسالك يقول لك مثلا how are you او how is it going او what's up، تقول I'm fine I am good I am awesome I am great. بتعبر عن الحاجه الحلوه اللي جواك، وممكن برضه تعبر عن الشر اللي جواك برضه، او الحاجه الوحشه اللي جواك. اجي انا جنبك. فقال لها طب اجي انا جنبك. طب انا جنبك ده برضه سؤال بتعبر عنه بكان. can I come beside you؟ هل يمكنني ان اجي جنبك؟ كان دوت مضارع والماضي بتاعها could، والاجابه عليها بيس او نو. yes I can او no I can't. حبيت برضه تعرفها عشان تكون ملم بكل حاجه. مش هيكفي. ونهت كلامها معاه وقالت له مش هتكفي، او المساحه مش هتكفي. تقول مثلا not enough وخلاص، ما بلاش لف ودورات. not enough. بدل ما اجي بقى سيره enough، تعالى اقول لكم تريكايه بسيطه كده، وتريكايه حلوه جدا وبتيجي في اسئله الثانويه العامه وبتيجي في امتحانات كتير ومهمه جدا لدرجه ان هي مشهوره وبتيجي في امتحانات كتير. بص يا سيدي، enough هنا بمعنى يكفي. اما التريكايه هنا اول حاجه اللي بتوقع ناس كتير هي امتى اخد enough. هل اخدها قبل الصفة أو بعد الصفة؟ المثال الجاي ده يوضح كل حاجة. المثال بيقول your CV is not to hear you. السي في بتاعك مش هيأهلك إنك تقدم في الوظيفة دي. هل آخد good enough ولا enough good؟ في قاعدة للكلام ده. في القاعدة بتقول أول ما تشوف enough على طول بتاخد قبلها الصفة، يبقى الصفة بتيجي الأول وبعد كده enough. الإجابة الصحيحة هي good enough. معلومه بسيطه حبيت اعرفها لكم برضو. بس كده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. يا رب تكون استفدت في الحلقه دي. عشان كده لو استفدت اعمل لنا لايك وسبسكرايب. وبس كده، سلام.